ناهد خطيبتي. اهلا وسهلا. كنت والله العظيم بقالي ساعة ولا أكتر عمال أشكر فيك، حصل عمال أقول لك ابن حلال ووش الخير عليا وتبهدل كتير في حياته، بس ربنا كرمه. صح؟ صح. أنت كنت رايح فين ولا جاي؟ لا أنا كنت جاي بقى عشان جاي أقعد شوية كده، أنت فاهم الواحد بقى إيه بيحب اللي هو ياخد هدنة شوية كده. والله يا أستاذ محمد أنت الله يبارك لك يا رب في عمرك ويكتر من أمثالك. كنت إن شاء الله أنت تستاهل كل خير الدنيا والله العظيم. لما ربنا يكرم إن شاء الله يعني ممكن شهرين 3 كده. ألف مبروك يا أستاذة ناهد. ناهد زي ما اخترت حبيبي، زي ما اخترت. الله يحفظك. انت ابن حلال يا فوزي، تستاهل كل خير حبيبي. ده شرف ليا والله العظيم معرفتك، وهتنور فرحي وانا مبسوط اجيلك يا فوزي ان انت موجود معايا في حياتي والله. الف مبروك حبيبي. الله يحفظك. الف مبروك. طب احنا كنا رايحين ناكل لقمه هنا في حبيبي انا عند هنا حد في المكان شويه عشان عندي شغل. طب ما تيجي تاكل معانا لقمه؟ طيب بجد والله. الف انا والشفا حبيبي، الف انا والشفا. انا عازمك يا استاذ محمد. انت ما تستعلش بيا يعني. حبيبي يا فوزي. حبيبي يا فوزي حبيبي. طب انا هوصل مشوار كده عشان في حد رن عليا. ليه يا استاذ محمد؟ براحتكم بقى. يعني هو جاءت الملائكه ذهبت الشياطين. حبيبي يا فوزي انت على راسي حبيبي. انت حبيبي الله يحفظك. طب ناكل لقمه طيب مع بعض؟ حبيبي يا فوزي. لا يا حبيبي تسلم. سلام يا فوزي. حبيبي يا استاذ محمد الله يكتر من امثالك يا رب. يلا يلا ناهد ولا ايه في ايه ناهد؟ مالك؟ مفيش. مالك يا ناهد؟ في مالك؟ احنا مش كنا كويسين وكنا رايحين ناكل لقمه دلوقتي وكنت حلوه، مالك في ايه؟ مش عارفه، حاسه انا ضغط مره واحده كده. من ايه يا بنت الحلال؟ طب انت تعبانه نروح نكشف؟ طيب رد عليا ما تقلقنيش الله يرضيكي. مفيش حاجه متقلقش انا كويسه، بس هو جالي دوخه كده مره واحده وهبوط. طيب خير، اهدي بس اهدي اهدي. طب يلا. لا انا عايزه اروح، معلش مش هقدر اخرج. ليه؟ مش قادره والله يا فوزي، معلش عشان خاطري انا، خلينا على راحتي، خليها وقت تاني معلش عشان مش قادره بجد. يا بنت هناكل لقمه يمكن ده من قله الاكل. لا هو ممكن ضغط عندي وطي مره واحده. انا عارف دماغك ناشفه. طب يلا الله على مهلك. يلا 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 على مهلك. هو انت معلش ممكن بس اسالك على حاجه؟ في ايه يا ناهد مالك؟ انت اتلخبطت كده من وقت ما الاستاذ محمد جه. في ايه؟ انت كنت حلو. هو ده المشكله بتاعك. ما شرفنيش انا اكمل معاك، انا استحملتك سنه كامله بصراحه. خلاص ريحه مناخيري خلاص جابت اخرها. انا صدري تعبني من ريحه الزباله اللي انا بشمها. دي اول حاجه. تاني حاجه نسيت اقول لك، صح، واحد متقدم لي مهندس مش زبال. وانا ايه كل ده انا بعمله عشان كل اللي انا فيه ده؟ يعني انت شايفه ان انا كده عملت ايه غلط؟ عملت ايه بذمتك انت؟ طيب بالحلال وصايمك عشان اللقمه تيجي بالحلال. تيجي تعملي معايا كده وده جزاتي؟ عايزه اكلك لقمه بالحلال تعملي فيها كده؟ عايزه تروحي الواحد حرام ولا اشتغل شغلانه مش شريفه؟ شغلانتي ديت شريفه. مش عرفك ان شغلانتهم مش شريفه؟ بقول لك شغال مهندس. تتشرفي بيها. مهندس دي اللي هتفتح البيت. هتفتح البيت ولا بيت ولا غيط. خلي البيت ده يا بابا لنفسك يعني مش ليا. يعني من الاخر كده يا بابا، جبلتك من الاخر ما تلزمنيش ماشي؟ على فكره انا كنت دافعه ثمنه بس انا هسيبهولك. عارف ليه؟ على الاقل تجيب لك بيه كام غيار. اتفضل. ايوه ده الاستاذ محمد اللي ماسك الشغل. حد الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله عليه. انت شفتيه يعني؟ حد الله اكبر، ربنا جزاه في حياته. في يا ناهد مالك؟ انت
ايوه ماشي، دي مالها ومال التوتر اللي فيكي ده؟ انت تعرفي الاستاذ محمد طيب ولا في حاجه ولا؟ طب ما انا مش فاهمك يا بنت. هو ازاي؟ هو مهندس. في حاجه يا ناهد؟ لا مفيش يا فوزي، معلش انا كنت بفتكر حاجه كده، المفروض في علاج اخده ونسيت الظاهر اخده، فمعلش. طب يلا طيب. يلا. حول الله يا رب، مش عارف مكتوب علينا الهم. يلا ملناش نصيب.